بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة أنا هعمل صينية بطاطس. الحلويات دي يعني دهون وحلويات وقلب ولحمة في موزة وتون. وعندي هنا 3 حبات بطاطس مقطعين دواير، وخمس 5 طماطمات برضو مقطعين دواير. وهنا بقى عندي ايه البهارات، عندي ملح، وعندي كزبرة ناشفة، وعندي زعتر، وعندي فلفل اسود، وعندي ورق لورا، وعندي هنا 3 بصلات مقطعين مدور برضو دواير. انا هحط هنا كل حاجة في الصينية اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. بصل والبهارات، وطبعا هروح احطهم على النار مع ميه بس، مفيش اي حاجه تاني. هحطهم على النار وهنشوف دلوقتي مع بعض. طبعا انا دلوقتي حطيت في الفاصل حطيت 4 معالق زيت كريستال، وطبعا رفعتهم على النار وهيغلوا هيستووا ان شاء الله، وبعدين هنشوفهم دلوقتي. والمكون التاني في اكلتنا دلوقتي هو دبس الرمان اهو. ده الاساسي في الاكله بتاعتنا دي، دبس الرمان اهو. على فكره يا جماعه بيخلي النكهه حلوه قوي، بيخلي الاكله جميله جدا. هنا يا جماعه الفراخ ابتدت ايه تتفاعل مع الميه اللي احنا حاطينها، شويه الطماطم مع دبس الرمان الاسود والملح الابيض والكزبره الناشفه. هنحط بقى ايه البطل بتاعنا النهارده، اللي هي بصله متقطعه، بصله واحده بس كده ننزل عليها بس كده، وهنسيبها تعيش مع نفسها اهو. احنا غطيناها بغطا طبعا، واشوفكم بعد ما نخلص الاكله اهو. يا جماعه خلاص انا كده نقلتها في صينيه، وبكده نكون خلصنا الفراخ كده خلصت. وكده صينية البطاطس بالحلويات باللحمة بالقلب كده خلاص تكون استوت في الفرن. واشوفكم بخير على فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة اهو. يا جماعة خلاص انا كده نقلتها في صينية، وبكده نكون خلصنا الفراخ كده خلصت. والمكرونة اهي خلاص اتشربت، يعني 1.5 دقيقة بالظبط وهنطفي عليها. هي كده خلاص استوت، 1.5 دقيقة بس خلاص كده ونطفي عليها.